في ناس كتير طبعها لو اديناها حاجة جميلة بس ضمنت وجودها بتبطل تسعى وراها. وهنرجع للجملة دي كمان شوية، بس اعملوا حسابكم ان في فعلا ناس ما يحبش يدوك وضوح ابدا. هم يحبوا دايما يحطوكوا في منطقة بين وبين، ما يدوكوش قرار حاسم يريحكم، وفي نفس الوقت عمرهم ما يقطعوا، لان القطيعة دي معناها انكم هتتحرروا وهيخلوكوا في فراغ نفسي. هيتاكل فيها حاجة جواكوا حتة حتة من غير ما ياخدوا معاكوا أي قرار. واللي بيتاكل ده هو أهم حاجة بالنسبة للبني آدم الطبيعي، الطمأنينة. ولو انتوا ناس محترمة وما فهمتوش اللي بيعمل كده صح وتعاملتوا معاه بلغة المبادئ، هتصبروا للأسف على المعاملة الزبالة، وهتسموا التنازل تضحية، وهتتجاوزوا وتكبروا عن كل حقوقكم على أمل إن اللي قدامكم يتغير مع الوقت. علشان كده ابتدينا الحلقة دي بجملة إن في ناس للأسف من طبعها لو ضمنت وجود حاجة بتبطل تسعى وراها. الناس دي بتحاول تحول أي علاقة لمساحة مضمونة بالنسبة لهم، فخلاص هو ليه يعمل مجهود في العلاقة؟ ليه يثبت حاجة كويسة جواه رغم إن في الطبيعي إحنا بنتغذى من بعض؟ ليه يسيبوكوا أو يختاروكوا بوضوح؟ هم أسهل لهم بكتير يدوا وعود إن شاء الله في حاجات كويسة ورسمية جاية كتير. الناس دي ما بتشوفش في المبادرة أي حاجة ضروري، هم مصلحتهم ماشية كده كويس، ولو بيعملوا كده بمزاجهم ابعد، اجري. خلوا بالكم البني آدمين دي ملوثة وزبالة، ولو كان ده طبعهم فأنا معرفش الشكل اللي هيبينوه ليكم إيه. أنا عارف كويس جدا إن الناس دي من جواها مترددين وخايفين دايما من المسؤولية، وبيكونوا للأسف كده مطمنين لوضع هو مجاني وما بيكلفش أي حاجة. اسمعوني تاني، يمكن أكون جاي أنور لحد شوية نور كده في الضلمة، أو أقول له خلي بالك. رأيكم في الكومنتات هي الحاجة اللي بتعبر بجد عنكم، سواء كنتم موافقين أو معترضين على الكلام. ولو شايفين إن المحتوى محترم اعملوا لايك وشير وابعتوه لكل أصحابكم. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل هكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.